السلام عليكم. يلا بينا نعمل وصفة بتطلب مني كتير جدا. وصفة من أسهل وأجمل وأنجح الوصفات اللي ممكن تعمليها في البيت. ووالله لو عملتيها في البيت عمرك تاني ما هتشتريها من بره، لأنها ببساطة هتطلع أحلى وأجمل وأوفر بكتير جدا ما بتشتريها من بره. القراقيش والبسكوت بالعجوة. تعالوا نشوف هتتعمل ازاي بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وكل اللي انتوا شايفينه ده بأربع كوبايات بس من الدقيق. لو ما تعرفنيش أنا اسمي شيماء، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي سبسكرايب. يلا بينا يا ست الكل. أول حاجة هتنتقي نوع كويس من الدقيق عشان يديكي نتيجة حلوة. هتحطي منه 4 كوبايات من الكوب المعياري، ولو استعملتي كوباية تانية من فضلك استعملي نفس الكوباية في كل المقدار لآخر الوصفة. أما باقي المكونات الجافة بسيطة جدا، عبارة عن رشة من الملح، معلقتين كبار من اللبن الباودر وده اختياري لو حابة، لو مش حابة ممكن تستغني عنهم خالص. كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص. وهتقلبي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا يا ست الكل. بعد كده هنخش على المادة الدهنية. هي عبارة عن نص كوباية من الزيت، وكمان نص كوباية من السمنة. أهم حاجة السمنة يكون نوع حلو كده، له طعم وريحة حلوين عشان يدوكي نتيجة كويسة. ده النوع اللي أنا بستعمله. هاخده هدوبه على النار وهاخد منه نص كوباية بالظبط. يبقى انا اخدت 4 كوبايات دقيق لنص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، وهبتدي زي ابس الدقيق مع السمنة والزيت كويس قوي. طبعا الجوانتي ما نفعش تماما فقلعته. هنبتدي بقى نعجن كده او نبسهم مع بعض لغاية ما كل نقطة من الدقيق يوصلها السمنة والزيت بتوعك. حطيه على جنب وهاتيلي طبق حطي فيه باكت من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر الأبيض، وعليهم كوباية من اللبن الدافي. وحطيلي تحت لبن دافي دي مليون خط. لازم اللبن يكون دافي، ما ينفعش يكون لا سخن ولا بارد، عشان الخميرة بتاعتي تشتغل وتديني نتيجة كويسة. هقلبها واسيبها لمدة 5 دقايق، وهشوفها بعد 5 دقايق لازم الاقيها اختمرت ونفشت كده عشان اتأكد ان هي صالحة للاستخدام ومش هتبوظلي الوصفة بتاعتي. اخد نص كمية اللبن وهبتدي اعجن واحدة واحدة. دي من العجاين اللي مش محتاجة عجن، يعني مش فطاير ولا دونت ولا عيش خالص. دايما البسكوتات بتبقى مش محتاجة انك تعجني كتير، في سهولتها في كده مجرد ان العجين بتاعك بيلم معاكي وبتديله عجنة بسيطة كده. هتسيبيه بقى يخمر لمدة تلت ساعة نص ساعة عشان يبقى هش كده ويديكي نتيجة حلوة. عقبال بقى ما العجينة تختمر تعالوا مع بعض نشوف العجوة اللي هنعمل بيها البسكوت. لازم العجوة بتاعتك تكون طرية. لو جبتيها وطلعت ناشفة حطي عليها معلقتين كده من السمنة الدافية وتعكيها كويس بإيدك لغاية ما تطرى وتبقى سهلة التشكيل. هحط عليها معلقة صغيرة من القرفة ورشة من جوز الطيب، ودي طبعا حاجة اختياري للي حابب. وهبتدي اخلطها بايدي كويس جدا لغاية ما تبقى زي العجين كده، بحيث ان انا اقدر اشكلها كور، اشكلها زي ما انا عايزة. بعد كده تعالوا نشوف بقى العجين بتاعي لما اختمر. بصوا طبعا واضح جدا الخميرة عاملة فيه ايه، ازاي بقى هش ومنتفخ. باخد كده حتة صغيرة منه وببتدي ان انا افرده بالنشابة بسمك تقريبا نص سنتي، لان القراقيش بيبقى ليها سمك. انا بحب اعملها بالنشابة عشان تطلع كلها نفس الشكل ونفس الحجم. اللي حابب يعملها بايده زي ما هو عايز. بستعمل سكينة المشرشرة دي كمان عشان بتديني شكل حلو كده زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وبقسمها على حسب الحجم اللي انا حباه. انا بلاقي ان الحجم ده مناسب جدا للقراقيش وكمان بيبقى شكله حلو. طبعا اثناء ما انا بعمل الكلام ده الفرن بتاعي شغال عشان خاطر يسخن قبل ما احط فيه البسكوت بتاعي او القراقيش بتاعتي. زي ما انتوا شايفين حبيت اوريكم سمكها وشكلها عامل ازاي. ولما بعملهم بالنشابة بيطلعوا كلهم نفس السمك ونفس الحجم، فبيبقى شكلهم حلو قوي. برصهم في الصاج بتاعي على ورق من الزبدة او حتى صينية مدهونة بدهنة خفيفة من الزيت. احطه على جنب دلوقتي ويلا بينا نشوف البسكوت اللي بالعجوة. عندي كذا طريقة، لو حابة تعمليهم قرص بتاخدي حتة صغيرة تعمليها دايرة، وتاخدي العجوة تكوريها كده وتحطيها جواها. واهم حاجة تقفلي على العجوة بتاعتك كويس جدا جدا عشان ما تخرجش بره العجين لما تدخل الفرن. هتكوريها بايدك وبعدين تبتدي تديها كده فردة بالنشابة لغاية ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. انا بحب اجيب سكينه رفيعه واعمل عليها الشكل ده كده من بره. طبعا ما بوصلش لاخر العجين، دي حاجه كده على السطح الخارجي عشان تديني الشكل الحلو ده.
وزي ما انتوا شايفين شكلها حلو ازاي. يلا بينا نعمل بقى البسكوت بالعجوة او كعب الغزال. هتجيبي حتة من العجين بتاعك وهتبتدي تفرديها بسمك رفيع جدا، عايزاكي ترفعيه على قد ما تقدري. هتجيبي العجوة بتاعتك وتبتدي تبرميها كده على شكل رول، تحطيها في اول العجين وتبتدي تلفي العجين بتاعك. اول ما ياخد لفة بتبتدي تقطعي باقي العجين لان انا عايزاه رفيع. خلي بالك بقى من التراك دي، هتقعدي تبرمي فيها كده زي ما انت شايفة لغاية ما توصلي للرفع اللي انت عايزاه. ودلوقتي هحضر بضاية وهحط عليها رشة صغيرة من النسكافيه وهقلبهم كويس قوي. النسكافيه هنا هيضيع ريحة البيض وهيديني لون حلو جدا. وهاخد الخليط ده وهبتدي ادهن بيه العجين بتاعي كده. ولو انا بقى عايزه كميه محترمه من السمسم، الناس اللي بتحب سمسم كتير زي كده، اغطسه بقى في ايه، في صينيه مليانه سمسم زي ما انتوا شايفين. هتتملى سمسم والسمسم فيها هيقعد كويس جدا ومش هيقع منك خالص. ابتدي اقطعه بالاحجام اللي انا حباها وارصه في الصاج بتاعي. وده كده جاهز جدا على ان هو يخش الفرن، لا محتاج لسه ان هو يدهن ولا يترش عليه سمسم. ودي طريقه هتحبوها جدا لانها سهله وبتطلع شكل زي ما انتوا شايفين احترافي. باقي الصواني بقى بتاعتي اللي انا عملتها هبتدي برضو ادهنها بخليط البيض والنسكافيه. وحابين تسيبوها كده، حابين ترشوا عليها سمسم زي ما انتوا حابين. طبعا مش هدخلها الفرن دلوقتي، هسيبها تقريبا تلت ساعة لغاية ما تخمر تاني. انا بحط الصواني بتاعتي بسيبهم كده فوق بعض يخمروا قبل ما ادخلهم الفرن. بعد كده بدخلهم الفرن على درجة حرارة 200، يعني درجة حرارة متوسطة على الرف اللي في النص. بياخدوا معايا 12 دقيقة او 13 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. وزي ما انتوا شايفين بتطلع باللون الحلو الجميل ده. انا عشان دهنها بخليط البيض والنسكافيه بيطلع لونها كده من غير ما افتح الشوايه. حبيت اوريكم الفرق ما بين بسكوتين، واحده دهناها بخليط البيض والنسكافيه وواحده لا. زي ما انتوا شايفين طبعا الفرق في اللون واضح. اللي حابب يفتح الشوايه عشان ياخدوا معاه اللون زي ما هو عايز، بس انا بفضل الطريقه دي لانها بتحافظ على طراوه العجين وبيفضل طري من جوه ومقرمش وحلو من بره. زي ما انتوا شايفين دي القراقيش بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، شكلها حلو من بره ازاي وطريه من جوه ازاي. كمان البسكوت اللي بالعجوه مليان بالعجوه كده وطعمه حاجه خرافيه ومقرمش جدا لان العجين رفيع جدا. صدقيني جربي الوصفه دي هتعجبك جدا وعمرك ما هتشتريها تاني من بره. من فضلك اوعي تنسي اللايك والشير. يلا باي باي.